بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في التجمع الخامس، فبالتالي هو بيكتب زي ما حضرتك شايف كده معهد جوتا، وبيدوس عشان يجيب الخريطة من على الجي بي اس زي ما انت شايف معايا كده. بيديله هنا هوت، تمام، بيديله هنا عند مستشفى السلام، بيجي عند النقطة ديت مستشفى السلام، وهنا في مكتبة المعيرجي، وهنا في محكمة القاهرة الجديدة، تمام. ويجي عند المنطقة دي في الحي الأول، تمام، نفس النقطة اللي فيها الخلاف بتاع كل مرة. ويجي هنا يقف فين معهد جوتا يا جماعة، ما بيقعد يدور ما بيلاقيش، وبيقعد يلف حوالين نفسه. طبعا بيبقى معاه أولاده أو أطفال اللي هم جايين عشان ياخدوا كورس اللغة. فطبعا بيبقى المكان مش موجود هنا. طيب احنا بقى يعني هنجيب المكان الصح ان شاء الله. فاحنا لو رجعنا تاني عملنا نرجع لنفس الصفحة تاني، هنبحث عن معهد جوتا، برضو نفس القصة. ادي معهد جوتا، نفس الصفحة اللي احنا كنا عليها، تمام. فهنا مثلا دي بقى ايه، الصفحة بتاعت جوتا نفسها، وعشان نشوف الدنيا فيها ايه عندهم جوه الصفحة. فهنا طبعا بيعرفني دورات لغة ألمانية في القاهرة، تحديد المستوى والمستويات نفسها. المقرات بقى، المقرات اللي هنعقد فيها دوراتنا في معهد جوتا في الدقي، المعهد الرئيسي طبعا، المقر الرئيسي، وفي وسط البلد، وفي 6 أكتوبر، وهنا ادي القاهرة الجديدة. طيب احنا كنا النقطة ادتنا الحي الأول في التجمع الخامس. هنا الصفحة بتاعت معهد جوتا نفسها بتقول العنوان القاهرة الجديدة الحي الرابع المنطقة الأولى، بس هو ما كتبش يعني كام في الحي الرابع أو جنب إيه أو كلام من. طبعا هنا لو خدنا الصورة ده اهي اللي قدامنا دي، خدنا عملناها سكرين شوت وكبرناها، تمام، هنلاقي موجود عليها مدرسة التربية الحديثة. فاتضح ان معهد جوتا واخد جزء جوه مدرسة التربية الحديثة وشغال من خلاله. طيب هنرجع تاني برضو وهنكتب فوق، هندور بقى على مدرسة التربية الحديثة، تمام. يعني هنمسح ده وهنكتب مدرسة التربية الحديثة زي ما انت شايف معايا كده، تمام. نفس الصورة اهي قدامك اللي هي كانت موجودة على معهد جوتا، تمام. هندوس برضو نبدأ نشوف الدنيا فيها ايه. ادي هنا اداني صح الحي الرابع، تمام، تمام كده. ادي مدرسة التربية الحديثة، تمام. لو انت جاي من شارع التسعين عند منطقة الغاز هتخش يمين اكنك داخل الشويفات، اخر الشارع او قبل اخر الشارع هتخش شمال مع مدرسة اجيال. عند جامع هتخش تمشي طوالي برضو تاني عند جامع الحمد، تمام. هتروح داخل شمال، واخد بالك، هتبقى المحكمة بعد كده على شمالك، هتروح داخل يمين على كأنك رايح مع صينية العمال. تاني يمين بالظبط هتخش فيها هتلاقي نفسك عند مدرسة التربية الحديثة، اعتقد تاني يمين او اول يمين. فسامحوني لو النقطة دي مش مظبوطة، هو أول يمين أو تاني يمين أكنك رايح على سنة العمال. هتلاقي مدرسة التربية الحديثة جواها المعهد بتاع جوتا، تمام. وطبعا دي كانت في الحي الرابع، وادي الحي الأول اللي احنا كنا فيه تقريبا. ادي المحكمة اهي، المحكمة، نقطة المحكمة زي ما انت شايف معايا، تمام. ومستشفى السلام هتلاقيه هنا برضو زي ما هو كان مديهالنا الأول. فإذا هي مش بعيدة عليها غير بالظبط 5 دقايق بالعربية. ادي مستشفى السلام اهي، وادي النقطة بتاعتنا التانية اللي احنا كنا فيها، ادي المسافة بينهم 5 دقايق. ودي مدرسة التربية الحديثة اللي جواها معهد جوتا. في النهاية بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ونكون قدمنا حاجة مفيدة للناس اللي هي بتتوه، وممكن تقعد تلف بس ساعتين والتلاتة في الاخر بيزهق ويمشي، ومشواره بيروح على الفاضي. يا ريت نساعد بعض وعشان نوصل للناس. وانتظرونا في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.